السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ عواشكم بروكا اللي دخل عليكم العيد بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي يا الحبيب. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي يا الحبيب. هنايا لقيتوني غادي ندير معكم حلوه ريش بوند ان شاء الله على طريقه ديالي اللي سهله وبسيطه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. غادي نحتاجو فيها 5 البيضات وقشور ديال الحامض. انا ما عنديش يعني طبيعي، استعملت هذه ديال الشاصيه. درت غنص ديالها البنات وعملت جوج فاني والخميره ديال الحلوى. وعملت هنايا غير راكم كتشوفوها ما عمرتش الطاسه مزيان، غير المهم نقصوا منها شويه، ما عمرتش بزاف حيت راكم عارفين غنديروا كوفيتير غتجي حلوه بزاف. ومع نقصت ما جات الحلاوه هي هذيك. ودرت الطاسه ديال الزيت وشويه ديال الملح لتحسين الذوق. صافي هنايا البنات غادي ندير معكم بيضه بيضه. راكم عارفين حيتاش البيض شي مرات كيخرج خاسر، وغادي كنفضل انني نبقى ندير بوحده بوحده احسن. سويت ما مرحبا بك انت بختي. تفني هادي لاقش كنت مليح ان شاء الله. مرحبا بك انت نهاركي فيديو جديد. انه ودي نعواش كنت مبروك راه كنين الصحه الدرهنا من تمنيت عيد مبارك سعيد. ونهارك كنتي تشاركوا ان شاء الله الحلوه ريش بوند. ايوا يلا قيمتك فيديو. ايوا صافي هنا البنات راكم كتشوفوا درت البيض. هنايا البنات انا عندي البيض الصغير، ولا اللي عندها البيض كبير دير غير 4، او اللي بغات تزيد الكميه اللي يعني كميه كتبقى على حسب. الا بغيتو ديروا 6 البيضات ديروهم. انا هنا اكتفيت ب5. وغنضيف دابا نضيف شويه ديال المليحه. هنايا البنات هاد الطريقه الا عندكم الباتور غادي ديروا احسن تطلعوا شويه هاد البيض. السر هنايا في هاد البيض ملي كتبقاو يعني تخلط. انا هنا خلطته مزيان تبارك الله، وتنتوما خلطوه حتى يولي يعني ما يبقاش اللون ديالو الصفر. غير فهمتوا غيبقى شويه منو داك الصفوريه. من الاحسن الا طربتو غادي يولي بيض. صافي كنخلطو كنستمر هكا. كم شفتوني راه حبست باش ن... يعني بلا ما نبقاو تفرجوا معايا يعني تشدوا بزاف د الوقت. صافي هنا زدت السكر عاوتاني غادي نضربوه مزيان حتى كيذوب مع داك البيض. وهنايا راه كاين البنت ديالي حتى هي راه كتخلط. انا ضفت هنايا داك كما قلت لكم ديك النسمه ديال الليمون. صراحه البنات واعره راها بيو حتى هي. ضفت منها غير شويه راكم شفتوا مثلا غير معلقه هكا صغيره. درتهاش كامله كتعطي نكهه بحال الليمون، بحال الا حكيتي فيها الليمون. ولكن من الافضل انكم تحكوا فيها شويه ديال الليمون حيتاش انا ما كانش عندي وصافي. غادي نضيف دابا الزيت. هنايا درت الطاسه عامره، غير السكر اللي درتها ناقصه شويه. صافي غادي نضرب عاوتاني مزيان حتى يندمج الخليط. صافي هنا عاوتاني ملي غادي نضربو هنايا مزيان غادي نضيفولو واحد 2 شاصيات ديال الفاني. حتى اللي ما عندوش سميتو الليمون يضيف غير الفاني يعني كافي. كاين داك الليمون كتعطيه واحد البنه اخرى. صافي هنا البنات راكم كتشوفوا الخليط ديالي كي ولا يعني متجانس. انا كنشارك معكم الطريقه ديالي وصافي البنات، ماشي زعما تقولوا راه حلاوه ريش بونطو صافي. والصراحه انا الحلوه ديالي كتجي واعره، كتجي سبحان الله بحال الا كتاكلي
لو كتاكليش حلوه كتاكلي بحال كتاكلي شي بحال الكيكه، بحال كتجي هشيشه بزاف. والطريقه وراتها لي اختي، ومن هاد المنبر كنحييك يا سوسود. ايوا هذا ما كنخلطو مزيان. صافي المساعده ديالي كتضيف ليا الدقيق شويه بشويه بالتدريج. هنا البنات حيدت الصوت حيت لو كان خليت الصوت صراحه راه عفوي ما فيهش شي حاجه، ولكن فيكم عارفين الدراري الصغار والهضره كيهضروا عفويين، وفضلت انني نحيد ندير غير هكا نهضر مباشره فوق الفيديو. صافي هنا البنات غنضيفو الدقيق. هنايا البنات الدقيق حاولوا انكم ما تكتروش الدقيق، بقاو ضيفوه شويه بشويه وتدخلوه. راكم شفتوني راه كنخلط غير بسميتو باصابع ديال اليد ديالي. شوفي هنايا طارت ليا الخميره، راه وليت لكم هنايا خصكم ديروا 2 اكياس بالنسبه لي في المغرب، وبالنسبه لي هنا في اوروبا راه يعني باينه الشاصي فيه 15 غرام. صافي كنجمعوا الخليط ديالنا، كنضيفوا شويه. يعني دابا قلت لبنتي كنت كنهضر معاها قلت لها غادي ديري لي غير شويه شويه. صافي غنضيفها انا نبقى هكا حتى غنجمعها. والبنات خليوها يعني ما تكتروش الدقيق. انا الصراحه الحلوه ديالي ما كنبغيش نكتر فيها الدقيق، يعني غير كنلقاها تجمعات. وحاولوا داك اليد دابا هذه اللي كنجمع بها راه ما كتبين لكمش انه الخليط فهمتوا؟ هو راه هكا كيبان لكم راه باقي خصو الدقيق. خصكم تشوفوا باليد اخرى يعني تحاولوا ديروا واحد حربوله غير بيد اخر وصافي. صافي هنا البنات كنوريكم العجين كي داير طيب البنات. صافي هنا غادي نبدا ندير كويرات توسطين، حيتاش انا ما غاديش نلصقهم. الا كنتو غادي تلصقوهم البنات ديروهم صغارين. هادو راه انا راه ولاو تبارك الله كبار. صافي حتى بنتي هنا ولات كدير حتى هي، راه واخا تشوفوا هكا كتلصق البنات راه كتجي شيشه. انا كما قلت لكم ما كيعجبنيش نكثر بزاف ديال الطحين في فهمتوا في الحلوه ديالي باش تجي هكا كتجي شيشه. صافي غادي نستمروا هكا. غادي نطيبوها على درجه الحراره اللي هي 160. نطيبوها من الفوق عاود نردوها نطيبوها من تحت ونردوها من الفوق. صافي تنكملوا كامله العجين ديالنا. صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى نساليها كامله وندخلها الفران. صافي هذه هي الحلوه ديالنا كي كتجي البنات. الصراحه راه طابت راه ماشي تحرقات راه غير حمرات شويه، ولكن هو هذاك فهمتوا كيجيب لكم كتبان هنايا بحال اللي محروقه ولا غير كتبان هكاك. وصافي البنات هي اللون ديالها بيرفكت. صافي هنايا غادي نضيفو غادي ندوزو نديرو فاش غادي نغمسوها. غادي ندير هنايا كوفيتير ديال المشماش، وغادي نضيف شويه ديال المزهر. غادي نخفف بشويه ديال المزهر. وصافي هنا البنات غادي نحطها فوق البوطه. غادي نحركها. المهم راه كون كتشوفوا راه ثقيله هذه البنات. وراه كاينه واحده اخرى انا هذا باقي غادي نطحنها شويه بالمكسور باش تولي ما يبقاوش فيها هذوك الطرفات باينين. صافي هنا البنات بغيت نقول لكم بالنسبه هنايا ضفت حتى هنايا بغيتو تضيفوا داك الشاصي ديال زهرة البرتقال كيعطي لها واحد النكهه زوينه. انا ضفتها غادي نوريها لكم دابا. ها هي البنات ديك الشاصي ديال زهرة البرتقال هادي ضيفوها هنا. ضفتها. صافي هنا كنت خففتها بشويه ديال المزهر. صافي كنحرك مزيان حتى كيندمج الخليط.
صافي غير تسخن. صافي هنا كنوجد الكوك ديالي. صافي هنايا سخنت بزاف، غادي نجيب المكسور ديالي ونطحنها غير طحنه خفيفه وصافي. ها هي كما هكا البنات، هي باش ما يوقفش فيها دوك الطروفات ديال الكوفيتير باينين وصافي. صافي هي كما طحنتها راه كنوريها لكم كي بقات يعني جات جاريه. صافي هنا غادي المهم حيدت على البوطون، غادي نضيف فيها الحلوه ديالي. الحلوه راها بارده وكوفيتير سخونه. صافي كنحطوا فيها واحد 2 دقائق، كنغمسوها وكنديروها في الكوك. صافي انا غادي نستمر البنات على هاد الطريقه حتى نساليها كامله. وغادي تشوفوها معايا في الطبق ديال التقديم. وهي الحلوه ديالي الصراحه كتخرج كميه كبيره. راه هنايا انا غير بالتصوير وصافي، يعني داكشي كملت واحد الكميه باش نصورها معكم وصافي. راه هي تبارك الله كتخرج كميه كبيره، راكم شفتوا راه درتها غير على حبه ما ملصقتهمش، وتبارك الله خرجات لي كميه اللي معقوله. صافي هنا البنات بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بها، انا بالنسبه لي كنفضل انكم ديروها في الثلاجه، حيت الا خليتوها يعني ما درتوهاش في الثلاجه راه غادي تخسر ليكم. راكم عارفين كوفيتور مع الحراره راه دغيا غتخمج ليكم. فضل ديروها في واحد السبيره وديروها في الثلاجه وتحتفظوا بها، وهي كي كتجي هشيشه ورائعه. وبصحتكم وراحتكم وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحه والسلامه. ومع السلامه ان شاء الله مع فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش لي